توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة ال13 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4-1 على غريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية. وتقمص النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أحرز أهداف الريال الثلاثة الأولى في الدقائق 37 و39 من ركلة جزاء على الترتيب، فيما أضاف مواطنه رودريغو الهدف الرابع في الدقيقة 64. في المقابل، تكفل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33، قبل أن يلعب الفريق الكتالوني ب10 لاعبين عقب طرد لاعبه رونالدو أراوخو في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني. وكان الريال، الذي يشارك في المسابقة إثر تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، صعد للمباراة النهائية لكأس السوبر عقب فوزه 5-3 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد التمديد للوقت الإضافي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي. في المقابل، تأهل برشلونة، الذي أحرز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليشارك على إثره في السوبر الإسباني، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه 2-0 على أوساسونا في مباراة المربع الذهبي الأخرى، يوم الخميس الماضي. وبات هذا هو الانتصار الثاني لريال مدريد على برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه 2-1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني هذا الموسم، في أكتوبر الماضي. كما قلص الريال الفارق الذي يفصله عن برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني، إلى لقب وحيد فقط.